هاي الدولابة جبتها من شان حط اغراض البيبي فيه. هسه هلا عملت الدنيا. قومي يلا تعالي امي البصل ليكي يسعد اوقاتكم يا رب، واهلا وسهلا فيكم من جديد بقناتي. ان شاء الله يا رب الجميع يكون بالف خير وانتم عم بتشاهدوا فيديو اليوم رجعت لكم فيديو ان شاء الله ينال على اعجابكم. البداية خلونا نذكر الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما شاء الله اليوم فقنا الطقس كتير هيك مغيم مثل ما شايفين، حتى ضباب كتير. سبحان الله هالسنة ما مطرت يعني كتير، في برد بس ما في مطر. سبحان الله. هاي الدولابة جبتها من شان حط اغراض البيبي فيها. شايفين هون في درفتين وهدول الدروج هلا بدي نضفها. طبعا هي مانا جديدة يعني مستعملة، بس هون عادي يعني الكل بيشتري مستعمل عادي يعني، لانه هاي لقدام اكيد ما راح تكفي، بس هلا نوعا ما كويسة. هلا بدي نضفها منشان بقى كل شي عندي غراض رتب. طبعا بعد يوم كنت مبارح كتير مكسلنة وما عم بقدر اشتغل شي. سبحان الله. فاليوم قلت خلص يعني والله لازم قوم واتنشط. انا بصراحة القعدة يعني بحس كتير بتزعجني وبتجيب لي اسا كآبة اكتر. هي الخزانة او الدولاب يعني ما بعرف شو بتقولوا لها انتو. إلنا فترة جايبينها بس كنا حاطينها فوق يعني على الزولدر محل ما بنحط الاغراض لانه ما لازمت لنا. فقلت له لزوجي نزلها مشان بقى بلش من تياب البيبي، رغم اني ما اشتريت شي. شفتوا انه بس هدوك التياب اللي اجوني، بس يعني مثل ما خبرتكم بدي اشتري، بس ما بعرف ليش كتير مكسلنا على تياب البيبي. فان شاء الله يا رب هيك بس يروحوا الولاد على المدرسة لازم انزل يعني نزلة وحدة، حاول اني اخلص كل شي يعني قبل ما اتعب. وبصراحة يعني ما تجيني المفاجآت لو بتقولوا شو هي المفاجآت، طبعا انا من وقت يعني بعرف كل حمل بس بصير بالشهر السابع، يعني بدخل بالشهر السابع بقى ببلشوا المفاجآت. معي سكر ولا معي ضغط ولا معي عرفتوا كيف. فبصير كتير بروح يعني مواعيد. قلت هلا انه خليني اخلص بس لحتى بقى يداوموا الاولاد ان شاء الله. بنزل بجيب القطع اللي انا بقيانين علي ان شاء الله، وبرتب كل شي وبجهز ان شاء الله. الاسبوع الجاي باذن الله عندي تحليل سكر الحمل، فان شاء الله يا رب هيك ادعولي انه ما يطلع سكر ولا فوت بقى بهالدوامة. فكتير اكل هم وان شاء الله عرب العالمين بالنهاية. طبعا انا هلا صارت كل معايناتي عند المشفى، يعني ما بقى عند القابلة. والله بتعرفوا لانه وضعي هيك من شان خبرتكم يمكن شوي هيك حرج مثل ما بيقولوا هن. طبعا انا مسلمة امري لرب العالمين، فلهيك قلت خلص بخلص شغلاتي وان شاء الله كل شيء بيمضى. فهون مثل ما شفتوا هلا هذا البخاخ انا بخيت يعني انه منظف هو وبيعطي ريحة حلوة، فمسحته. طبعا بدي اجيب مثل منظمات وبدي اجيب مادة ما بعرف شو بتقولوا لانتو، انه هيك مثل ما هو ماش يعني ما بعرف شو رح اشوف ان شاء الله بالاكشن. وبدي اجيب هيك مثل انه منظمات من شان حط فيهم كل شي تياب، ما اني حطهم فورا مباشرة على الخشب، مشان يكون كل شي مرتب ومنظم. ان شاء الله بشارك معكم كل شي باذن رب العالمين. فهلا نظفتها وهيك مسحتها كلها ورح افتحها. وطبعا فتحت الشباك من شان انه تروح الريحة، لانه كتير ريحته للمعطر قوية. مع انه ريحته هيك عورد بس يعني قوية، لانه بتعرفوا الواحد بده ينام بالغرفة بالليل، فما انه تضل محصورة الريحة بقلب الغرفة. لا تكتروا بخاخ ها. نباخ لا تكتروا شوي تعالي صدر شوي صغيرة مشان ما تضل الريحة. بيبي أنا تمام حطوا لايك اشترك اشترك عالتيتي لا سلام باي. يلا خلصتوا؟ لا لا افتحي الشباك مشان تروح الريحة. تبخي هون عشان ما خلصنا الحين ماما. يلا يا خلاص شوي البخاخ شوي. طيب يلا تعال.
هون خلاص يا هون هلا شغل خلي يلا تعال بسرعة هون الشقة شغل بخير لك هون بخير اوكي خلاص لا بخير هلا بخير بسرعة يلا خلاص لا ما بقى اطبخ لانه ما بتروح الريحه. طويل ليش هالكتب هون؟ انتي شيلي ريتال شيلي هدول البذور. لازم غسيل. شوفي لازم غسيل اوكي. انا بدي بفتح بحال لا تغسله بس تحتين. يلا خلصتوا مساء؟ لا لسه. الساعة تعالوا مشان تشيلوا البصل. استني استنايا. انا كل يوم بدي اقلب. يلا الله يرضى عليكي سوما. اصلا تسنيم كثير شاطرة. ايه هي دايما بتساعد. انا كمان. انت كمان. انا من امبارح قمت وقلت انت قلنا اليوم اسا نقلدك. يلا قلديني. انا اول بدي امسح مطبخي. لانه كثير وسخ. انا كل يوم قاعده بطبخ اكلات. يلا امسحي شوي الشوفات بعدين نمسح فوق السا. انا بدي امسح فوق. يلا بس اول شيء بدنا نرتب الالعاب هنيك. هذا الشباك شوي خاف يطلع. اجباري هذا من العفن كلياته، هذا من الرطوبة. يلا تسنيم شيلي كمان البصل. خلص انا بطلع فوق، ما تمسحي الشباك بس امسحي الحرف. لا بس الشباك كثير حلو. بعد شوي المي عشان بقدر امسح. ما خلصت مسح الخزانة والله وبلشت هون بغرفة تسنيم وريتال. كانوا هن أساسا عم بيلعبوا فيها ورامين هالبصل وهالدنيا، وروح قلبهم بس إنهم يمسحوا وعاجبتهم البخاخة وبلشوا يبخوا يقعدوا. قلت لهم انتوا بدكم تناموا بالغرفة يعني، بس كمان فتحت الشباك منشان تروح إنه كل الروائح. بعدين هيك رتبنا شوي. كان بقيان اني كنس بس ما كنست اليوم. قلت بكرة انا ما كل يوم يعني بكنس فوق، لانه هو بس انه للمنامة. ممكن مرة بالاسبوع، ممكن مرتين، حسب ما بشوف انه بحاجة لاني اكنس. اما الشغل شو هلا حلو مع الاولاد بهالعطلة غير شكل، مثل ما شايفين الله يحميهم يا رب ويحمي اولادكم. والله ما خلصت شغل غير طلعوا عيوني. فالحمد لله رب العالمين، الله يعطينا الصحة والعافية يا رب العالمين. هون شايفين كل هذا بدي ما بيخلوني يشيل منهم شي غير بدهم اياهم كلياتهم. فالحمد لله رب العالمين، الله يعطينا الصحة والعافية. عملت الدنيا قومي يلا تعالي من البصل. ليكي تسنيم ما احلاها. ايه نامي يلا مشي تسنيم ننزل انا وانتي لتحت. ما أنا خلصنا، خلينا البزل هي بالارض تبعونا. جيبي البزل تبعونا يلا رتبيهم. يلا ما بعرف وين. وبعدين لموا البزل لانه كانوا خالطينهم كلياتهم مع بعض فبدنا نفصلهم. والله واليوم ناوي ان شاء الله كنت ساوي شيش برك، فعندي لحمة جاهزة يعني مقلاية وجاهزة. هذيك المرة كانت بقيانة من الكبة فحطيتها بالثلاجة، شلتها وهيك حطيتها بالصح حطيتها بالمقلاية عشان بدي اياها تسخن شوي وتفك يعني من التلج. وبعدين ببلش طبعا لف الشيش برك. انا كنت محضرة العجينة قبل بوقت، حطيت يعني بس طحين وملح ومي، ما بدها شي عجينة الشيش برك، اكيد كلياتكم بتعرفوها. هون والله انا كنت تعبانة يعني عم اشتغل وتعبانة، حسيت كتير جسمي عم يرجف، فقلت رح ساوي صحن فواكه الي وللولاد. اني بعرف متى ما قعدت بدي اكل. طبعا انا بحب هذا الشيء، انه وقت اللي انا اقعد اكل خصوصي انه فواكه يقعدوا ياكلوا، لانه بتعرفوا قديش مهمة الفواكه للاطفال. وصل معي لهون، بتمنى انكم تكونوا ما نسيتوني من لايك وتعليق حلو مثلكم، الله يسعدكم يا رب. واكتبوا لي من وين عم بتتابعوني، وبتمنى انكم يعني تحطوا لي تعليقات لنتعرف على بعض واعرف مين عم بيشاهد الفيديوهات. نصير ان شاء الله اصدقاء واخوة باذن رب العالمين. هون بلشت بقى بدي اعمل الشيش برك. طبعا عندي قالب شيش برك بس بصراحة انا ما حبيته، فرجعت على الطريقة التقليدية.
من يومين كان طبعا هون كلهم معطلين، يعني كان يوم الأربعاء والخميس، يعني حتى مع المدارس إنه كل الوظائف معطلين، فكان زوجي وسلفي معطلين، فإجا سلفي لحتى يتغدى عنا. اي والله وصلنا نحكي على نزلتنا على سوريا، فهو متشجع إنه ينزل على عطلة الصيف، يعني بتكون بالشهر السابع، فعم نحكي وهيك قام فاجأنا زوجي إنه لا نحن ما رح ننزل. هلا بصراحة ما عم بعرف حكي وجد، ما عم بعرف حكي ومزح، لأنه نحن كنا متفقين إنه إن شاء الله بس لحتى أولاد نشوف كيف الأوضاع، نشوف كيف الطيران، فتحوا مثلا طيران دولي بسوريا، ما فتحوا لنعرف لوين بدنا نحجز ونروح، كيف أسعار التيكت، يعني نعمل هيك مقارنة ونشوف إنه كيف رح نقدر مثلا نظبط أمورنا وننزل زيارة من شان نشوف أهلنا بإذن الله. قال له زوجي لا ما رح ننزل، يعني هو إنه بفضل النزلة السنة اللي بعدها، انه هيك بننزل براحة اكتر، انه يعني بنكون عاملين حسابنا بالنسبة للمصاري اكتر. فبصراحة انا ماني معه بهاي الفكرة ابدا، فما بعرفه عم بيمزح، ما بعرفه عم بيحكي عن جد. عنا كتير امور مثل ما خبرتكم، بدنا نسجل الاولاد تسنيم وريتال، وان شاء الله البيبية اللي جاية يعني معنا مسجلة، فلنشوف كيف الامور. بس يعني قلت له انا لا والله انه انا ما بقدر انتظر، انسان ما بيعرف شو بصير بين يوم وليلة، يعني الحمد لله رب العالمين ما بنعرف اذا بنضل عايشين للصيف اساسا، يعني الانسان ما بيعرف، كلياته الاعمار بيد الله. فانا يعني ان شاء الله ان شاء الله يعني اذا الله كاتب لنا نصيب ما بقدر اني استنى للسنة اللي بعدها، فلنشوف. يعني هلا انا ناطرة بس لاولاد لنشوف شو بدنا نقرر. حتى تفاجأت أنا إنه حتى بيت حماية يعني عم بيقولوا له إنه فينك ترجع على وظيفتك، لأنه هلا عم بيرجعوا يعني اللي كانوا مثلا متوظفين قبل وطلعوا، يعني إنه طلعوا من البلد، في إنه بيرجعوا على وظيفتهم. فإنه يعني أهلي وحتى أهله يعني حتى أهلي كانوا متوقعين إنه مثلا ممكن إنه ننزل نستقر، فقال لهم لا يعني بس إنه إن شاء الله زيارة. ما بعرف عن جد كتير انزعجت لأنه خلص الواحد كيف بدي لكم إنه من وقت ما صار إنه التحرير وخلص الواحد حط بباله إنه بيقدر صار ينزل، ما بقى في شي بيمنعه، يعني فليش لحتى يستنى؟ إيه الأمور مكركبة إسا وما في إسا يعني كتير بدها شغل البلد وكتير في أمور لازم، بس يعني هذا ما بيمنع إنه الواحد ينزل يشوف أهله، يعني خصوصي نحن عنا بالساحل، يعني انتو شايفين كيف يعني الطوائف عم بيصير، يعني طبعا الطائفة الثانية شو عم بيساووا، بس الحمد لله رب العالمين انه ضبطوا الامر. اكتبوا لي انتو شو رأيكم بالتعليقات، زوجي معه حق انه نأجلها ولا لا لازم الواحد ينزل؟ انا يعني اساتني عند كلمتي وانه لا انه لازم انزل. حتى سلفي نفس الكلمة اللي انه اذا ما نزل خلص بننزل سوا، يعني بناخذ هالاولاد وبننزل. بس طبعا اكيد زوجي ما راح يترك، طبعا نحن هيك قلنا له مشان هو انه يشيل الفكرة من راسه نهائيا. فيا رب هيك الله يجمع كل مين بأهله يا رب، ويلتم الشمل يا رب، ويرحم كل الشهداء اللي ماتوا يا الله، وإن شاء الله تكون الأمور يعني للأحسن بإذن رب العالمين. وإن شاء الله يا رب عقبال ما هيك نسمع أخبار حلوة عن فلسطين وتنتصر يا رب وتفرج على الجميع يا رب العالمين. الإنسان ما عم يقدر يتخطى إنه ما يحكي بهاي الأمور، يعني حتى بيننا وبين حالنا عم نضل نحكي. فعن جد الحمد لله رب العالمين، الله يديم الفرح على كل الجميع يا رب العالمين، وهيك يديم فرحتنا يا رب. لا بنرجع لطبختنا اليوم. طبعا هيك الفيديو بس شوية تنظيفات والطبخة. طبعا انا نزلت كمان شورت، كنت منظفة قبل المطبخ بس ما صورته كلياته، يعني ما دمجته كله، فخليته مقطع شورتس بس، ويعني مقطع صغير، وبعدين كفيت الشغل الباقي وصورته انه يكون مقطع طويل، يعني فيديو هيك كامل مع طبخة. انه الاولاد ناطريني اني ساوي لهم اكلة حلو، بس بصراحة ما كتير قادرة. مثل ما شفتوا عملت الشيش برك، يعني جهزت العجين وعملت اللبن. انا بس حطيت 1.5 لتر لبن، وحطيت كمان معهم كباية حليب، ما تستغربوا حليب كتير طيب معه، وحطيت معلقة نشا بس. قبل كنت حط بيضة ونشا، بس هلا عم بحط بس النشا، وبيطلع كمان نفس الشي. بس هون عندي اللبن بصراحة ما طلع دسم كتير، لأنه هو بالأساس اللبن اللي نحن جايبينه منزوع الدسم نهائي، فلهيك طلع حسيته شوي خفيف، يعني ما انه خفيف بالسماكة، لا انه طعمته ما يعني ما ظاهرة الدسامة، يعني بيختلف على وقت اللي بتجيبي انه لبن دسم.
وهيك بعدين انا حطيت الشيش برك بقلبه. انا بحبها انه تكون نية يعني، مع انه نشويها بالفرن. طبعا في ناس بتشويها بالفرن، في ناس ما بتشويها، حسب بقى كل واحد كيف بيحب. وهون عملت برغل بشعرية جنبها، في ناس بتعمل سمبوسك جنبها، في ناس بتعمل رز، في ناس بتعمل مثلنا برغل. فما في انتو اكتبوا لي شو بتساووا جنبها. وهيك كان طبختنا جاهزة الحمد لله رب العالمين. طبعا قليتها بكزبرة وثوم، وحطيت شوية مكسرات، طبعا هاي اختيارية حسب كل واحد كيف بيحب. هيك كان فيديو اليوم. ما شاء الله شايفين عن جد طلعت ما شاء الله فرجة. طبعا هون سخن النار اسا. والله الله يديم علينا النعم، يحفظها من الزوال يا رب العالمين. وهيك وصلت معكم لنهاية الفيديو. ان شاء الله تكونوا حبيتوا، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا، وان شاء الله بنلتقى في فيديو جديد وانتوا وانا بافضل حال يا رب العالمين. وسلامات.